اقسم بالله يا جماعه شغاله في العقارات بقالي 10 سنين. 10 سنين شفت فيها اللي محدش شاف. دلوقتي كل واحد طالع يدي نصايح وفاكر ان هو اجمد واحد وبابا المجال. طب تعالوا بقى اقول لكم ايه المشاكل اللي بتقابل بابا المجال وماما المجال في السوق ده. معلش يا ابني نسيت اقول لهم انا مين. انا معاكم مونيكا مديره فرع لابلاش جروب. طيب بعد ما اتعرفنا على بعض وعرفتكم على نفسي خليني اقول لكم ان برنامجنا ليه كذا حلقه. من اللي بيحصل لنا في السوق العقاري، من اللي بيحصل للسيلز، من اللي بيحصل من العميل، من اللي بيحصل من الشركات، من كل حاجة هنتكلم فيها. وأول حلقة في برنامجنا سكة ودغري هنتكلم عن المواقف والطرائف اللي بتحصل مع كل سن ومع كل عميل وهو بيمضي العقد وهو بيتكلم مع العميل وهو بيعمل فول اب معاه. يعني دلوقتي السيلز يا عيني الغلبان بيعمل أقصى جهده عشان العميل يسمعه، عشان العميل يكلمه، عشان العميل يجيله ميتنج، وخلاص بيحلم بيحط بقى الكوميشن في دماغه وخلاص كده انا البيعه دي اترسمت قدامي. والعميل جه اخيرا وبعد طول انتظار، وفي الاخر العميل وهو قاعد بيقرا العقود خلاص السيلز ابتدى يطمن للموضوع. خلاص بقى انا هقفل ديل وهبقى وحش الشاشه ووحش المجال. المهم يجي يحصل فجاه وبدون اي مقدمات العميل امضى واي مساعد الترابيزه ومشي. طيب خليني اقول لك حاجه تانية. انت كسيل قاعد في مكتبك ومشغل تكييفك وقاعد عمال تكلم في العملاء وماسك عميل عمال تشرح له حضرتك فوائد الاستثمار والمنطقه دي هتبقى فين بعد 10 سنين، والراجل اصلا دماغه في حته تانية خالص. خليني اكلمك عن موقف كده. انت كسن عمال تكلم في العميل وتتابع معاه والعميل عمال يديك في مواعيد وخلاص بقى قال لك انا النهارده جاي لك، وانت بقى رحت قايل للعماره وللعيله كلها يا اهل البلد يا عميل النهارده جاي لي، ولابس الحته اللي على الحبل ومتشيك ونازل وقاعد في شركتك، وعدت ساعه 2 3 وإذ فجأة بترفع سماعة التليفون على العميل. ايه يا فندم حضرتك فين ما شرفتناش ليه؟ فيقول لك ايه ده ما انا كنت قاعد يا ابني مع زميلتك النهارده. شرفتها يا كروديا. انت ما كنتش موجود ولا ايه؟ هو انتوا مش كلكم واحد؟ ووصلنا لاخر حلقتنا، فتعالى كده سكه ودغري مع العميل عشان العميل يجي معاك سكه ودغري، واشوفكم تاني في برنامجنا سكه ودغري.